عملتوا كفتة العيد ولا لسه؟ جايبالكوا طريقة كفتة بتاعة تيتا الله يرحمها، واللي كمل المسيرة من بعدها عمتي ربنا يبارك في صحتها وعمرها يا رب. الأكلة الرسمية بتاعة كل عيد. عندي 450 جرام من اللحمة، و500 جرام من الرز المصري المغسول، وحزمة شبت، وحزمة كزبرة، وبصلتين وسط، وحوالي 10 فصوص توم. وده السر بتاعها، فريك ذرة، حوالي كبشة بالايد كده، يعني 200 جرام بالظبط. هخلط المكونات كلها مع بعض عشان ابدا اجهزها للفرن. قطعت الخضار وقطعت البصل. الطريقه دي لو جربتيها بجد رهيبه. انا هعملها عشان افرزها، بس هسلق شويه معاكم على الهواء علشان تشوفوها ناجحه ازاي. هبدا احط التوابل: معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، نص معلقه كبيره من القرفه، نص معلقه كبيره من البهارات المشكله ال7 بهارات، ونص معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الملح. هفرمها على الوش الناعم 3 مرات. لو عايزه تفرمي اكتر تمام، المهم ان المكونات تبقى ناعمه جدا. خلصت الفرن. شايفه العجينه بتاعتها ناجحه ازاي؟ مش بتلزق في الايد وممتازه. هجهز ميه بتغلي فيها حوالي نص معلقه صغيره من الملح، وهسلق فيها الكفته. بحاول افك المكنه، مش راضيه تفك خالص. الميه غلت، نزلت فيها بالكفته. هتشوفوا ازاي عامله ازاي، لا شققت ولا فرفتت ولا فرشت ولا حصل لها اي حاجه، زي ما انا عملتها بالظبط. هروح اقعد افك في دي شويه، جايز تتفك، برضو ما فكتش. شايفين عامله ازاي؟ ناجحه جدا. هطلعها بقى في طبق كده واسيبها تبرد شويه. يا بنتي فك بقى، حد يقول لي يا جماعه فكها ازاي. انا طلعتها. هجيب بقى طاسه واحط فيها معلقه سمنه بلدي او زيت زي ما انت عايزه، اي ماده دهنيه، وهحمرها فيها. هي طبعا مستويه، يا دوب تاخد لون كده، يعني مش هنخليها تتحمر يعني. كده اللون تمام مظبوط. هتاخد اللون التاني على طول بسرعه، لان طبعا الطاسه سخنه. وطلعيها بقى وترشي عليها ملح وفلفل. سخنه مولعه، وطبعا كالعاده مش هستنى، لازم ادوق الحاجه وهي سخنه. تحفه، رهيبه بجد يا جماعه. والله جربوها على ضمانتي. انا لما بعمل حاجه وما بتعجبنيش طعمها انا ما بنزلهاش، عشان ما حدش يجربها ورايا وما تعجبوش. انا بنزل اللي بلاقيه طعمه حلو فعلا وانا مجرباه وواثقه فيه. يعني جربوا ورايا وانتوا عينيكم مغمضه. وكل سنه وانتم طيبين.